أول شي جيبوا طنجرة كتير صغيرة، حطوا فيها شوفان ناعم أو خشن على كيفكن، وبعدها تضيفوا له حليب، اتركوها راح تسخن وينفخ الشوفان أو ينفش. بعدها ضيفوا معلقة بذور الشيا، وفيكن تستغنوا عنها بس أنا ما بستغني عنها لأنه كتير مفيدة إن كان للتنحيف وإن كان للجمال يعني. والأهم من بذور الشيا كمان هي القرفة، بتعطيها حلاوة كتير، ما في داعي تضيفوا لا عسل ولا سكر ولا أي شي، القرفة بتعطيها حلاوة كتير كتير طيبة. وبعد ما تضيفوا للقرفة اتركوها تقريبا كمان هيك كم دقيقة لحتى تاخد النكهات كلياتها من بعضها، واسكبوها بصحن. هاي الوجبة فيكن تاخدوها معكن عالشغل، تبعتوها مع أولادكن على المدارس، مثل ما حكيت لكم صبايا كتير كتير مفيدة وكتير بنصحكم تجربوها. هلا شايفين كيف كلياتها عم تغلي مع بعضها، رح اتركها لحتى بس تنشف شوي صغيرة والشوفان يتشرب كل الحليب. بعد ما تستوي هيك دللوا حالكم بصحن شوفان